السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمن بالخضره والثوم كيجي رائع بزاف. يعني اللي كانوا الوليدات ديالكم ما تياكلوش الخضره، فهذه طريقه من بين الطرق اللي باش انهم ياكلوا الخضره وما عاجبهم الحال. بالنسبه للحشوه كما كتشوفوا انا راني حضرتها مسبقا. هنايا درت بصله مقطعه مشلده، ودرت فلفله خضراء وحلوه، درت الزيتون مقطع، درت خيزو محكوك، درت القرعه الخضراء حتى هي محكوكه، ودرت واحد العلبه ديال الثوم بالزيت ديالها. الزيت هو خويتو انا هو كيعطينا واحد اللون زوينه. صافي وخلطت مزيان الخليط. بالنسبه للبصله انا شحرتها، نتوما كيبقى لكم كامل الاختيار، بغيتو تشحروها شحروها، بغيتوش ما تشحروهاش ما تشحروهاش، ماشي مشكل. انا شحرتها واحد شويه مع واحد شويه ديال الزيت ومليحه وشويه البزار. بالنسبه للتوابل درت ملحه، درت البزار، درت شويه الفلفل الاحمر، شويه سكينجبير وشويه ديال بودره ديال الثوم الا كانت عندكم، ما كانتش يمكن لكم تستغناو عليها. ودرت واحد شويه ديال التوابل ديال الشاورما كتعطينا واحد النسمه زوينه. صافي وخلطتهم مزيان ونخليهم على جنب، وغادي ندوز باش غادي نبدا نحضر دابا. بالنسبه للمسمن كيما شفتوا الحشوه ضروري انها تكون بارده، ملي كنبغيو نعمروا المسمن ما نديروهاش سخونه باش العجينه ما تقطعش. بالنسبه للعجين راه تبارك الله كلشي كيعرف يعجن، العجين راه جد مبسطه. هنا درت الدقيق الابيض مع شويه ديال الفينو وشويه مليحه وعجنت العجين، درتو في واحد البلاستيك وخليته حتى ترخف مزيان. صافي شكلت كوارث. دابا غادي نبداو بسم الله. عندكم اختيار، بغيتو ديروه في الفران، بغيتو تديروه في المقله اللي بغيتو. المهم انا غادي ندير معكم بعض هذا وانتم كيبقى لكم الاختيار. كما شفتوا هذا اللي وريتكم دابا راه غادي نديرهم ان شاء الله في الفران. صافي تتسرحوهم كديروهم في واحد اللاطه مدهونه بالزيت. ملي كتبغوا تدخلوهم كتضغطوا عليهم واحد الضغطه خفيفه وكدهنوهم شويه ديال الزيت اللي مخلط مع شويه ديال التحميره باش كتعطي داك اللون الذهبي. صافي بغيتو ديروا لهم شويه ديال الحبه السالوج او شويه ديال الزنجلان للتزيين. بالنسبه للمسمن اللي بغيتو طيبوه في المقله، فانتم غادي ديروا مسمنه في مسمنه، يعني غادي ديروا جوج مسمنات في وحده باش كتجيكم هذيك مدوبله وما كتحش لكم المسمنه اثناء الطهي وكتخرج لكم الحشوه. المهم انا غادي نستمر معكم.
بنفس الطريقه. وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك الفيديو وتشجعوا القناه مازال في البدايه ديالها، شي كومونتير مشجع وبارطاجيوها في مواقع التواصل. وشكرا لكم بزاف، نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير. هنا بعد ما دابا درتو في الفران، درتو في اللاطه، غادي ندخلو دابا ان شاء الله الفران. هنا درت شويه ديال الزيت نباتيه مع شويه ديال التحميره الفلفل الاحمر الحلو باش كندهبي باش كيعطي هذاك اللون الذهبي. كنبسطوا العجين بشويه باش ما تحالش لينا، ما تدخلش لينا الحشوه. صافي كندخلهم للفران كيطيبوا، كيكون الفران سخون مزيان حتى كيطيبوا ونوريكم ان شاء الله. المهم دابا انا غادي نكمل العجين اللي باقي عندي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الشكل النهائي ديال المسمنات بعد ما طيبناهم. صراحه انا كنا غنديرو في الفران، ولكن في اخر لحظه بغاو ديال المقله، صافي درت لهم ديال المقله. جا رائع بزاف، يعني حتى ديال المقله كيجي زوين بزاف. بنفس الطريقه ديال العجين اللي درت معكم، درتو مباشره غير بسطتو شويه ودرتو في المقله، كيجي زوين كما شفتوا. كيجي مرق، هذه راه باقا سخونه كما شفتوا، كيجي مرق، كيجي زوين رائع. والبنه ما نعاودش يكون بالطون، كيجي رائع بزاف. اللي ما كيبغيوش الطون يمكن لهم يديروا الكفته، اولا ديروا صدر ديال الدجاج، اولا ديروا غير الخضره بوحدها مع شويه ديال الشحميره كتبغيوها، اولا الخضره بوحدها حتى تجي زوينه. نتمنى ان الوصفه ديالي وكان اعجابكم. ما تنساوش تجربوها، راها كتجي بنينه واليد ديالكم غادي يبغيوها بزاف. وديروا لنا واحد لايك وشجعونا، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.